النهارده يا جماعه معايا حاجه جديده هجربها. معايا سندوتش جديد نزل من مسلم. طبعا مسلم الشعار بتاعه اللي هو سندوتش بضمير. بيعمل سندوتشات احجام كبيره احجام صغيره، بيعمل تشكيلات جديده. حبيت ان انا اجرب النوع الجديد ده، هنجربه هنفتحه مع بعض ونشوف شكله ايه. تعالوا الاول ندخل في التعليقات ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نعمل شير ولايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي احنا بنحبها. طيب هو طبعا لسه جاي دلوقتي اهو الدليفري. نبص بقى على المنظر، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ايه من اللي هي الحجم. انا طبعا جايب اللي هو الحجم الكبير. بص المنظر بتاعه عامل ازاي. طبعا احنا ما بيهمناش المنظر، احنا اهم حاجه عندنا نشوف المكونات، نشوف الجوده، ونشوف الطعم عامل ازاي. بس طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه كده ايه تشرح القلب يعني. من بره حتى الان الحجم كويس. طبعا السعر بتاعه بيعمل حوالي 120 جنيه بالتوصيل. تمام، نفتح بقى نشوف كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الدلع بقى، بص بقى الدلع. يلا بقى نشيل بقى ايه دي كده، وبقى ندخل نشوف الجمال اللي جوه. ده عبارة عن ايه بقى يا جماعة؟ بص بقى المنظر عامل ازاي. ده عبارة عن جمبري وكابوريا، معمول شرايح جمبري وكابوريا اهي. بص المنظر اهو، ده المنظر بتاعنا، صوابع كابوريا والجمبري بتاعنا. طبعا الحشو يعني شكله حلو مش وحش. بص المنظر بقى عامل ازاي. المنظر مش وحش، لكن عايزين نشوف الطعم. يعني الحجم بالنسبة للسعر كويس. طيب نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا برضو المنظر عامل ازاي. والله طعمه مش وحش يا جماعة. الطعم يعني مش وحش، بس عايز التتبيلة تتظبط شوية. يعني هو حجم الحشو حلو زي ما قلنا، بس التتبيلة محتاجة ان هي تتظبط شوية علشان يبقى الطعم احلى. الحاجة التانية طبعا هو مش جاي سخن. يعني برضو من الحاجات اللي تؤخذ على المطعم على المكان ان هو مش جاي سخن، جاي بارد شوية. الدليفري خد حوالي نص ساعة على ما جه، فوقت بتاع الدليفري مش وحش. لكن العيوب اللي احنا بنتكلم عليها ان هو مش واخد التسخين الكويس، والتتبيلة محتاج ان هي تتظبط شوية. لكن حجم الحشو بالنسبة للسعر نقدر نقول ان هو مش وحش، ان هو كويس. تمام، ده التقييم بتاع السندوتش ده. زي ما قلنا ان هو جمبري وكابوريا سي فود. طبعا النهارده كل سنه وانتم طيبين يوم الخميس، فبنحتاج شويه سي فود. فده التقييم لسندوتش اللي هو بتاع مسلم. الناس بقى اللي هي جربت اي حاجه من عند مسلم يكتبوا لنا رايهم ويقولوا لنا في التعليقات رايك ايه في السندوتشات بتاعت مسلم. الخدمه خدمه العملاء، نشوف الاراء كده مع بعض. وما تنسوش في التعليقات ندخل نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اشوفكم بكل خير يا رب. ما تنساش تعمل لي اشتراك في قناه كلام له معنى على اليوتيوب، صفحه كلام له معنى على الفيسبوك. السلام عليكم.